اهلا بيكم في ريفيوزات، والنهارده هنتكلم عن تليفون هواوي ميت 10 برو، تليفون فلاج شيب اللي نزلته هواوي مؤخرا. حصل عليه ضجه كبيره جدا على موضوع الكاميرا وعلى موضوع الذكاء الاصطناعي. تعالوا نشوف بقى الموضوع ده فعلا بجد ولا كلام اعلانات. اول حاجه هنتكلم عليها في التليفون، وهي من احسن الحاجات الموجوده في التليفون، هو التصميم بتاعه. التصميم بتاع التليفون من اول بصه كده تحس ان هو مختلف عن كل التليفونات اللي شركه هواوي نزلتها قبل كده. هنحس ان شركه هواوي بالتصميم ده عملت نقله في التصميم بتاع تليفوناتها عن التصميمات اللي قبل كده. فالتليفون لما نبص له هنلاقي ان هو مصنوع من قدام ومن ورا من الازاز. طبعا الازاز ده ممكن يبقى فيه حاجه ان هو بيبقى عليه بصمات او كده، بس الموضوع شكله حلو جدا. زي ما انتم شايفين الازاز بيعمل ريفليكشنز لما الضوء بيجي عليه. من الحاجات اللي عجبتني برضو في التصميم ان من ورا عاملين زي ستراب كده حوالين الحته بتاعه الكاميرا، او زي يعني شريط كده كانه مبروز الكاميرا شويه. فهنلاقي الستراب او الاطار ده موجود والكاميرتين فوق بعض، وهنا الفلاش وتحتيه الفينجر برينت سنسور. لا الموضوع بجد شكله حلو جدا. وبمناسبه الكلام عن الفينجر برينت سنسور، فالفينجر برينت سنسور هنا مكانه في الظهر زي ما احنا شايفين، لكن في الميد 10 مكانه قدام هنا مكان الهوم بutton. من الحاجات التانية الموجودة في التصميم ان على اليمين في الباور بutton وفي الفوليوم روكر، فوق في النويز كانسليشن مايك، على الشمال في الفتحة بتاعة السيم كارد بس لان الموبايل مش بيركب له ميموري كارد خارجي. اما من تحت في حاجة برضو جديدة شوية علينا، وهي ان الفتحة دي هي فتحة الشاحن، هي يو اس بي تايب سي. دي مش حاجة جديدة، بس الجديد انها هي كمان فتحة السماعات. فالسماعات اللي مع التليفون يو اس بي تايب سي. مش شايف ان دي حاجه عمليه قوي، لان انت هتضطر يا تشغل السماعات يا تحط الشاحن، وهتضطر بس تجيب سماعات يو اس بي تايب سي. ده غير كمان ان مكان السماعات تحت مش من الاماكن المفضله بالنسبه لنا قوي، بنفضل ان هي تكون دايما فوق. وجنب اليو اس بي تايب سي هنلاقي فيه الفتحه بتاعه السبيكر او السماعات الرئيسيه بتاعه التليفون. اخر حاجه بقى موجوده في التصميم، وهي حاجه اول مره شركه هواوي تعملها في تليفوناتها، ان التليفون مضاد للاتربه ومضاد للمياه. ودي حاجه حلوه قوي ان التليفون هيقدر يتيح لك انك تصور تحت الميه لمده نص ساعه تقريبا. تاني حاجة وبرضه من أهم الحاجات الموجودة في التليفون، الشاشة بتاعة التليفون. الشاشة بتاعة التليفون بتيجي بحجم 6 بوصة، وهي أكبر 1/10 بوصة عن الميتن. فالميتن هو 5.9، ده 6 بوصة تقريبا. يا جماعة التليفون زي ما انتم شايفين البيزلز أو الحواف الموجودة على الإطار بتاعه تكاد تكون أصلا مش موجودة. فبالتالي السكرين تو بادي ريشيو عالية جدا، فمعظم أصلا حجم التليفون هو عبارة عن شاشة أساسا. الابعاد بتاعته او الاسبكت ريشيو هي 18 ل 9، على عكس الاسبكت ريشيو القديمه اللي كانت 16 ل 9. ودي طبعا بتخلي ان في كونتنت اكتر يكون موجود على الشاشه، وبتخلي الفرجه على الفيديوهات الاكسبيرينس بتاعتها او التجربه بتاعتها بتكون احسن بكتير عن الشاشه 16 ل 9. تكنولوجيا الشاشه دي هي الشاشه دي سوبر اموليد، ودي احسن من ميد 10 لان ميد 10 بيجي بشاشه اي بي اس ال سي دي، فهنا ده سوبر اموليد، فطبعا ده فرق في جوده الشاشه كتير جدا. نيجي بقى دلوقتي للاداء بتاع التليفون. التليفون بيجي معاه بروسيسور كيرن 970، وبيجي ب 6 جيجا بايت رام، وده رقم طبعا في رامات عالي جدا. احنا بالنسبه لنا تجربه التليفون في الالعاب التقيله او في الابلكيشنز التقيله التليفون ما هنكش معانا خالص، وكان في المالتي تاسكينج برده كان حلو جدا. وزي ما انتم شايفين دلوقتي اللعبه اللي احنا بنلعبها التجربه بتاعتها حلوه جدا، مفيش اي تقطيع في الفريمز، مفيش تهنيج بيحصل في اللعبه. ده طبعا راجع للبروسيسور والرامات زي ما احنا اتكلمنا من شويه. وزي ما احنا شايفين ده السكور بتاع التليفون على انتوتو، طبعا سكور عالي جدا برضه بيوضح قد ايه البروسيسور بتاع التليفون هو بروسيسور قوي. وبالنسبه للذاكره الداخليه بتاعه التليفون فهي 128 جيجا بايت، وطبعا ده رقم كبير جدا وحلو جدا. لكن الجزء اللي مش حلو ان التليفون ما ينفعش يركب له اي ميموري كارد خارجي، فانت ملزم بال 128 جيجا بايت الموجودين على التليفون. نيجي بقى للحته اللي ناس كتير اتكلمت عنها، وهي حته الذكاء الاصطناعي. يعني عشان نختصر او نشرح التليفون بشكل مبسط، موضوع الذكاء الاصطناعي معناه ان التليفون بيبدا يفهم البيهيفير بتاعك او الاستخدام بتاعك كيوزر، ويبدا يادبت او يأقلم نفسه على الطريقه اللي انت بتستخدم بيها التليفون. فهنلاقي مثلا ده بينعكس ان هو يفتح ابلكيشنز معينه بشكل اسرع، الابلكيشنز اللي انت بتفتحها على طول، او يبقى في سيتنجز في الكاميرا هو عارف ان انت بتستخدمها فهو بيطلعها كانها بريسيت موجوده. دي بعض الامثله كده البسيطه على موضوع الذكاء الاصطناعي. وهنشوف الموضوع ده ظاهر جدا في حاجتين، حته الترجمه اللي هنتكلم عليها دلوقتي، وفي الكاميرا لما نيجي نتكلم عن الكاميرا هنتكلم عن حته الذكاء الاصطناعي دي بشكل مفصل. تعالوا دلوقتي نشوف الموضوع بتاع الترجمه. المترجم او الترانسليتور البيلت ان موجود اوريدي في التليفون، وفي 4 خواص. اول حاجه ان احنا نترجم حاجه مكتوبه، يعني نكتب له حاجه هو يترجمها من انجليزي لعربي لاي لغه احنا عايزينها. طبعا من هنا بنختار اللغه، بنعملها داونلود. طبعا في لغات كتيره جدا، احنا عاملين داونلود للانجليزي والعربي عشان نتست. وهنا برضو نفس الموضوع، نقول له اللغه اللي احنا مدخلينه بيها هي ايه. فلو كتبنا مثلا هلو مرحبا، تمام، دي حاجه عاديه يعني، بس الاحلى بقى من كده اللي احنا هنجيبه دلوقتي. ده اول اوبشن بتاع الكتابه. تاني اوبشن ان هو الكاميرا، ودي بقى حته الذكاء الصناعي شويه، ان الكاميرا تشوف
حاجه عليها كلمه والكاميرا تترجمها. شايفين ان دي ميزه حلوه جدا، فبنخليه صغيره. هو ما عرفش يشوف الكتابه. كلمه العثور على الخاص بك الحبار شرق. هو زي ما احنا شايفين هو بيترجم على الكلمه فوقيها. فهنا كايرو ايست ترجم هنا شرقي. الترجمه تحسوا شويه انها زي جوجل ترانزليشن، ان هو يعني ممكن لو جمل طويله ما يترجمهاش بشكل حلو قوي، لكن الكلمات بتترجم بشكل حلو. والخاصيه كمان اللي عجبتني ان هو بيطلع الكلمه على الكلمه نفسها. تعالوا نتست كده في حاجه تانية مثلا. الفصل الوطني نانوجرام. طب تمام، هي دي يعني قلشت شويه في الترجمه. بس تحت هنلاقي اقساط مدفوعه اللي هي الانستولمنتس اللي كانت مكتوبه، المدفوعات او داون بيمنت، فهو ترجم دي بشكل صح. والجمله اللي كانت هنا برضه ترجمها دي شويه ما اترجمتش بشكل مظبوط قوي. نعمل تجربه تانية. لو احنا عندنا كتاب عايزين نعرف مثلا التايتل بتاعه. اوكي، مصري سياسه عالم عربي تدخل في اليمن. ده انا شايف ان هو ترجم الكتاب بطريقه تحفه بصراحه. تعالوا نشوف بقى موضوع الكلام. This is a cat. طيب يعني غالبا الموضوع مش عارف. This is a line. هذا خط وترجمها. هذا خط. طب دي حاجة حلوة يعني. تعالوا نجرب بقى من عربي الانجليزي مثلا. كيف حالك؟ How are you؟ How are you؟ طب يا جماعة الترجمة شغالة حلو جدا بالفويس، يعني هو واضح المشكلة كانت من عندي، بس احنا جربنا مرة عربي ومرة انجليزي وشغالة تحفة بصراحة. بطارية التليفون 4000 ملي امبير، وده نفس الرقم اللي كان موجود في ميت 9، ولكن شركة هواوي قالت ان هو في الاستهلاك هيكون بيوفر بنسبة 30% عن ميت 9. احنا لما جربنا التليفون قعد معانا عشان يشحن من 0 ل 100 حوالي ساعة وتلت في الحدود دي يعني. الموبايل طبعا بيدعم الشحن السريع، وفي الاستهلاك عمل معانا حوالي 7 ساعات ونص سكرين اون تايم. دلوقتي خلونا نتكلم على نظام التشغيل الموجود في التليفون واجهة المستخدم. نظام التشغيل هو اندرويد 8 او اوريو، وده اول تليفون ينزل للمستهلك بنظام التشغيل ده غير موبايلات جوجل طبعا، ودي حاجة هواوي لها السبق فيها. وواجهة المستخدم الموجود عليها هي ايموشن يو اي 8، ودي برضو احدث نسخة واجهة مستخدم هواوي بتنزلها. كان الميد 10 لايت فيه 5، ده في النسخة الأحدث وهي 8. هم نطوا على طول من 5 ل 8. وزي ما احنا متعودين من شركة هواوي مفيش طبعا اب درور موجود على الهوم بيج. تمام، كل الابلكيشنز موجودة على الهوم بيج نفسها. لما بننزل تحت ده شكل لما بننزل من تحت ده الشكل بتاع الشورت كاتس. تمام، والنوتيفيكيشن برضو بتكون موجودة هنا. هنلاحظ بقى الحاجات الموجودة جديدة في التليفون، ان احنا لما بندوس مثلا ضغطه طويله على الابلكيشن فبيطلع لنا زي شورت كات كده الحاجات اللي احنا نقدر نعملها فيه. لو دوسنا على ايميل مثلا فبيقول لنا احنا عايزين نبعت، كانها شورت كات بتبقى متظبطه بحيث ان هي تساعدنا نعمل حاجه بشكل اسرع. وفي حاله برضو الابلكيشن بتاعت السوشيال ميديا بيبقى ظاهر هنا كده عدد النوتيفيكيشنز الموجوده 1 أو 2 أو 3، وبرضو لما بندوس هنا بتطلع لنا. تمام. ومن الحاجات الجديده في التليفون اللي عجبتنا جدا هي خاصيه البي سي مود اللي بتحول استخدامك للتليفون واليو اي بتاعته كانه ديسكتوب بالظبط. الكلام ده بنعمله عن طريق حاجه واحده بس، وهي الكابل يو اس بي تايب سي تو اتش دي ام اي. ده بيدخل في التليفون من فتحه اليو اس بي تايب سي، وبيطلع منه وصله بتخش على وصله اتش دي ام اي. بعد كده الوصله دي بتخش على الشاشه بتاعتنا او على اللابتوب بتاعنا، وبنلاقي ان الانترفيس بتاعت الموبايل اتنقلت بالكامل على اللابتوب. نقدر نافيجيت من اللابتوب او من الشاشه بالموبايل كأن الموبايل ماوس، وبنقدر ندخل منه على كل الفولدرز والحاجات بتاعتنا. كان نفسنا ان الوصلات دي تكون موجوده في العلبه مع التليفون، يعني كان ده هيبقى اوبشن حلو طبعا ان الوصلات دي تكون موجوده، لانها مش متوفره قوي. بس هي سعرها في السوق حوالي 400 جنيه يعني للي عايز يجيبها. وعلشان هي مش موجوده احنا ما عرفناش نعمل تيستنج. كان نفسنا ان احنا نعمل تيستنج ونفرجكم عليه، بس وانس ان هي تبقى متوفره معانا هنعمل فيديو كامل على موضوع البي سي مود. تعالوا بقى نتكلم عن اخر حاجه في التليفون، وهي واحده من اجمد برضه المميزات الموجوده في التليفون، وهي الكاميرا بتاعته. كاميرا التليفون الخلفيه عباره عن كاميرا مزدوجه زي ما احنا شفنا في الاول. احنا بنتكلم عن التصميم واللي مصنعاهم شركه لايكا، وطبعا هي من احسن الشركات اللي بتصنع عدسات في العالم. والعدستين دول واحده 20 ميجا بكسل والثانيه 12 ميجا بكسل. والحاجه الجديده بقى ان شركه هواوي هي اول شركه في العالم تعمل العدستين بفتحه 1.6، ودي حاجه جديده ما شفناش قبل كده في الموبايلات الموجوده في السوق، ان العدستين يكونوا بفتحه 1.6. ده هيفرق ايه في الصور اللي انا بصورها؟ هيفرق في حاجتين. اول حاجه ان انا اقدر اصور في لو لايت او اضاءه منخفضه بشكل احسن. تاني حاجه ان كل الناس دلوقتي عايزه تعمل البوكيه افكت في التصوير، اللي هو الخلفيه اللي ورايا بلورد وانا اللي ان فوكس وشكلي ظاهر. وبالنسبه لتصوير الفيديو فالعدستين فيهم او اي اس او اوبتيكال ايمج ستابلايزيشن علشان يثبت الصوره واحنا بنتحرك،
وكمان العدستين بيصوروا 4K. وهي بقى حته الذكاء الاصطناعي اللي احنا كنا بنتكلم عليها، ودي من اهم الفيتشرز الموجوده في التليفون، وهي ان احنا لو حطينا التليفون قدام تكست مثلا فبيطلع حرف تي ان احنا بنصور التكست، فبيظبط الاضاءه على الاساس ده. لو حطيناه قدام زرع هنلاقي هنا طلع علامه زرع، فاحنا لما قربنا من الزرع طلع علامه زرع، المفروض ان هو بيظبط الاضاءه والاكسبوجر على الاوبجكت ده. لما حطينا قدامه تكست طلع حرف تي. وفي حاجات كتيره جدا بيقدر يديتكت فيها. لو قدامنا حيوان قطه او كلب او كده بيطلع برضه رسمه حيوان وبيادجست الاضاءه فيها. اما الكاميرا الاماميه فهي 8 ميجا بكسل، فتحه العدسه بتاعتها 2، والكاميرا بتصور لحد فول اتش دي. طبعا بعد الارقام اللي قلتها في الكاميرا الخلفيه فهتحسوا ان الكاميرا الاماميه يعني نص نص. هي الجوده بتاعتها حلوه، وزي ما انتم شايفين دلوقتي في صور من الحاجات اللي احنا صورناها بالكاميرا الاماميه في ظروف اضاءه مختلفه. ده كان تقييم اخر تليفون نزلته شركه هواوي، هو تليفون هواوي ميت 10 برو. لو عجبكم التقييم اعملوا لنا لايك واعملوا سبسكرايب عشان احنا فاضل لنا 3000 ونوصل 100000 سبسكرايبر، ودي هتبقى حاجه هتفرحنا يعني. ما تنسوش تتابعونا على موقعنا ريفيوزات.com، وعلى فيسبوك وتويتر، وكان مين تاني؟ وعلى فيسبوك وتويتر وانستجرام ريفيوزات. سيبوا لنا كومنت قولوا لنا ايه اللي عجبكم او ايه اللي ما عجبكوش في الفيديو عشان نعمله الفتره اللي جايه. كان معاكم احمد مغازي، سلام.